بنرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا. ما زلنا مع اليوم البدوي الجميل. ودكتور علي، الناس كلها بتسأل، يعني أكيد الموضوع ده اتكرر كتير، كان إيه سر نجاح لولاكي؟ أنا فاكرة ساعتها كان بيقولوا المليون شريط، مطرب المليون شريط. لا أنا واقف في صف المستغربين. مش واقف يا والله بجد والله. أنا نفسي يعني قعدت بسأل نفسي إيه سر النجاح؟ يعني أنا أتذكر مرة نجاة الصغيرة بتحكي لنا لما كانت بتعمل شريط فراق الأحباب، فكان موجود لحنه سامي الحفناوي اللي ملحن لولاكي. فبتحكي لنا بتقول عبد الوهاب كان كل يوم يبعت لها أولاد عندي نسمع لولاكي عبد الوهاب. فبقول لها إيه سر النجاح؟ دي عظمة عبد الوهاب. في ملحنين كبار نكروا قال لك ايه لولاكي دي؟ طب تعالوا ندرس الموضوع، نجح ليه؟ صح. يبقى اذا الموضوع في حاجه مش طبيعيه. سبحان الله، هي كانت حاله والله مختلفه في الوقت يعني ده. وحصلت معايا احداث كتير جدا عشان لولاكي دي، احداث لا تصدق على مستوى العالم، يعني فكر العالم كله عشان لولاكي يعني. معاكم الاستاذ وائل السحاتري وعازف البيز ده لف معايا العالم، لف العالم كله عشان لولاكي. انا برضو اما بغني لولاكي ديت ايه اللي بقول ايه الناس دي؟ ايه لولاكي؟ مش للدرجه دي يعني. ما تيجي نسمع حاجه كده جميله كده، مش بنقول اطلال ولا بنقول مثلا يعني. لا هي كانت حاله مختلفه في الوقت ده يعني. ما تعرفيش هي حظها وبرجها جه كده كلماتا ولحن. وبعدين هي كانت معموله على مصر. كانت بتقول لولاكي يا مصر ما غنيت ولا حبيت ولا دقيت على ايدي 3 وشمات ميم صاد را. لولاكي ما غنيت ولا هز الوتر كياني. لولاكي ما عانيت ولا كنت عمري اعاني. ما انت الهوى والشوق والعشق والمعشوق. ليكي انا غنيت لولاكي يا مصر ما حبيت. كانت على مصر. الله جميل. فقلنا لا، لو قلنا على مصر بس هنبقى خليها اقليميه الحب، فخليها شيوع الحب على مستوى العالم يسمعها. وكانت انا بشوف انه الاخلاص في العمل وحسن جداً. النوايا بيخلي الدنيا تنجح. بس يا شوفي انا دراسه كام سنه في المعهد، وبعدين اعتمدت مطرب وملحن وسافرت بره وجيت وعملت لولاكي. جميل يعني كانت. طب هنسمع يا رب ربنا يقدرنا يا استاذ حميد ان نعملها صح. وحشتنا يا دكتور يا حبيبي خليك لي والله وحشتنا. انت وحشني وانت صاد عيني. طب احنا نقوم بقى يا حبيبي انا يلا.
نورتيني يا دكتور. الله الله الله، ايه العظمه دي؟ والجميل